أنا في الحقيقة مش عارف أبدأ لك الموضوع منين. من كأس العالم للشباب 2001 ولا من بطولة إفريقيا للشباب 2003 ولا من وجود جيل إعجازي في الأهلي بقيادة مدرب عبقري اسمه مانويل جوزيه. كل ده يبدو إنه ملوش علاقة بموضوع الفيديو، لكن في الحقيقة هو له علاقة قوية جدا بيه وبالحالة اللي حصلت في التصفيات دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أنا أحمد خليفة وهنتكلم النهاردة عن مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2010. عادة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم عموما هو انه يقطع نفسك في التشجيع طول التصفيات وينافس بشراسة لحد الاخر، لكن للاسف برضه ما بيتأهلش. ومفيش اي مثال يوصف اللي بقوله ده اكتر من تصفيات 2010. كمية اثارة وحماس واهتمام ما شفتهاش قبل كده ولا بعد كده من كل الشعب المصري. منتخب مصر في التصفيات دي عايش الناس حالة فريدة من نوعها. نبدأ من مرحلة ما قبل التصفيات. مصر اللي كان بطل افريقيا 2006 في القاهرة وسط جمهوره، وفي غانا 2008 بعد أداء خرافي ونتائج مبهرة قدر يكسب كل ثقة الشعب المصري. مصر كلها وقتها كانت حاسة إن عندها منتخب قوي جدا وجيل صعب يتكرر في الكرة المصرية. حكاية الجيل ده بدأت من كأس العالم للشباب 2001 اللي منتخب الشباب قدر ياخد فيها الميدالية البرونزية. ده كان بداية جيل في الكرة المصرية هيغير تاريخ البطولات في أفريقيا. بعدها جه جيل تاني في 2003 كان أكتر إبهار من جيل 2001، جيل متكامل مع مدرب تقيل اسمه حسن شحاتة. الجيلين دول لما بدأ يحصل لهم مزج طلعوا منتخب مرعب لكل قارة أفريقيا. ده بقى بعد إضافة مواهب فريدة ليهم زي مثلا محمد أبو تريكة، بركات، أحمد حسن، عصام الحضري، وائل جمعة وغيرهم، اللي معظمهم كانوا بيلعبوا في العملاق القاهري الأهلي المصري، اللي وقتها كان مسيطر تماما على البطولات سواء في مصر أو في أفريقيا أو حتى في كأس العالم للأندية، بقيادة العبقري المحظوظ مانويل جوزيه، اللي قدر يعمل فترة في الأهلي من أنجح الفترات لأي مدرب لأي نادي في العالم. مزج عناصر 2001 اللي منهم حسام غالي ومحمد شوقي مع عناصر 2003 اللي منهم حسني عبد ربه، أحمد فتحي، عماد متعب، عمرو زكي، كون جيل عملاق سيطر على أفريقيا من 2006 لحد 2010 وقدر ياخد 3 بطولات إفريقية في إنجاز تاريخي غير مسبوق. سنة 2009 المنتخب كان في عزه وكان في قمة المنحنى بتاعه، كان الجمهور في قمة شغفه كرويا. نظام تصفيات 2010 كان مختلف شوية. شارك في التصفيات دي 48 منتخب اتقسموا على 12 مجموعة، بيصعد الأول وأفضل 8 تواني مباشرة إلى المرحلة النهائية من التصفيات. في المرحلة الأولى مصر وقعت مع مجموعة بتضم ملاوي وجيبوتي والكونغو الديمقراطية، والحقيقة إن مصر ما لقتش أي صعوبة في تصدر المجموعة بعد الفوز في 5 مباريات من 6. المرحلة النهائية تتكون من 20 منتخب بيتقسموا على 5 مجموعات، يصعد الأول مباشرة إلى كأس العالم والأول والثاني لبطولة الأمم الأفريقية 2010 اللي كانت بتقام في أنجولا. منتخب مصر وقع في مجموعة متكونة من مصر والجزائر وزامبيا ورواندا. أول ما الشعب المصري عرف القرعة انقسم جزئين، جزء يقول لك منتخبنا تقيل وقوي وهنقدر نصعد بسهولة، وجزء تاني يقول لك لا، احنا ملناش قوي في المباريات العربية وإن وجود فريق من شمال أفريقيا زي الجزائر هيعقد المجموعة. بالنسبة لمنتخب الجزائر فهو قبل التصفيات ما كانش يقلق قوي، او بمعنى اصح ما كناش عارفين هوية محددة للمنتخب. هل هو منتخب صعب ولا منتخب بعيد عن الساحة بقاله فترة وهيبقى عقبة سهلة وهيقدر منتخب مصر بطل افريقيا اخر بطولتين انه يتأهل بسهولة من المجموعة؟ بدأت التصفيات وبدأت معاها الإثارة من أول جولة لحد آخر ثانية في آخر جولة. الجولة الأولى الجزائر هتخرج تقابل رواندا في رواندا، ومصر هتستضيف زامبيا في استاد القاهرة. طيب تمام، هنبدأ على أرضنا وسط جمهورنا ومع منتخب نظريا يعني أقل مننا بكتير. بقول لك أبطال أفريقيا مرتين يا عمنا. لكن كعادة منتخب مصر في التصفيات بدأنا أول مباراة بكعبلة ملهاش أي لازمة. بعد ما قدر منتخب زامبيا إنه يخرج بنقطة التعادل من أرضنا وسط جمهورنا. مباراة رواندا والجزائر انتهت بالتعادل السلبي، وبكده كل فرق المجموعة بتتساوى برصيد نقطة واحدة. الجولة الثانية زامبيا استضافت رواندا وقدرت تكسبها 1-0 عشان تاخد أول 3 نقط في المجموعة. منتخب مصر كان هيخرج يقابل الجزائر في الجزائر وسط ترقب كل الشعب المصري، يا ترى هنعمل ايه؟ لكن كنا بنسأل بنوع من التفاؤل لثقتنا في المنتخب المرعب بتاعنا. وللأسف تاني منتخب مصر أدى مباراة سيئة جدا، ومنتخب الجزائر سيطر على معظم المباراة
وقدر يكسب 3-1 وسط حسرة الشعب المصري اللي بدأ يشك ويحس إننا في طريقنا لخسارة بطاقة التأهل. أنت تعادلت أول مباراة على أرضك وخسرت تاني مباراة. وكده ترتيب المجموعة كان كالآتي: الجزائر أول 4 نقط، زامبيا تاني 4 نقط، رواندا التالت نقطة، مصر الرابع نقطة. بعد الجولة التانية بقى بأسبوع كان منتخب مصر على موعد مع بطولة تقيلة وكبيرة وهينافس فيها منتخبات عالمية وأسامي ترعب وتخض. سافر منتخب مصر عشان يشارك في بطولة كأس القارات في جنوب أفريقيا 2009، والحقيقة إن دي كانت نقطة تحول لمنتخب مصر في مشوار التصفيات. الأداء الخرافي والشكل المنظم اللي ظهر بيه منتخب مصر في بطولة القارات اداته دفعة معنوية كبيرة إنه مازال البطل ومازال قادر إنه ينافس، وإن مجموعته في تصفيات كأس العالم أكيد مش أصعب من البرازيل اللي خسرنا منها 4-3 بضربة جزاء في آخر ثواني، أو إيطاليا اللي قدرنا نفوز عليها 1-0 بجول محمد حمص نجم الإسماعيلي. رجع منتخب مصر وبدأ الجولة الثالثة. في الجولة الثالثة زامبيا استضافت الجزائر، وقدر منتخب الجزائر اللي شكله كده أصعب بكتير قوي مما كنا متوقعين إنه يكسب المباراة 2-0 في ملعب زامبيا وسط جمهورها. أما منتخب مصر قدر يفوز على رواندا في القاهرة 3-0 بكل سهولة بعد أداء مبشر جدا للمنتخب. كده ترتيب المجموعة بقى إيه بقى؟ الجزائر أول 7 نقط، مصر الثاني 4 نقط، زامبيا الثالث 4 نقط، رواندا الأخير بنقطة واحدة. الجولة الرابعة الجزائر استضافت زامبيا وقدرت تفوز عليها 1-0 عشان تحقق ثالث فوز ليها في المجموعة. مصر خرجت تقابل رواندا وقدرت تفوز عليها بره أرضها 1-0 عشان تعقد المجموعة وترجع تاني للمنافسة وتحيي الأمل في الصعود. كده ترتيب المجموعة: الجزائر أول 10 نقط، مصر تاني 7 نقط، زامبيا تالت 4 نقط، رواندا أخير بنقطة واحدة. الجولة الخامسة الجزائر هتستضيف رواندا أضعف فرق المجموعة، وطبعا قدرت تفوز عليها بنتيجة 3-1 عشان تفضل متمسكة بالأمل في الصعود وخطف بطاقة التأهل من منتخب مصر. مصر اللي كانت هتخرج تلعب في زامبيا اللي تعادلنا معاها هنا في القاهرة 1-1. مباراة رخمة وتخوف، وزي ما كلنا توقعنا بدأ منتخب زامبيا بالسيطرة على الكورة طول أحداث المباراة وشكل خطورة كبيرة جدا على منتخب مصر في الشوط الأول وكمان في الشوط الثاني، لكن براعة الحضري اللي له فضل كبير قوي بعد ربنا في إنجازات الجيل ده قدرت تحافظ لمصر على الشبكة وتمهد الطريق لفوز مصر بهدف من صاروخ لحسني عبد ربه راح في المقص. كده ترتيب المجموعة بقى: الجزائر أول 13 نقطة، مصر تاني 10 نقط، زامبيا تالت 4 نقط، رواندا أخير بنقطة واحدة. الجولة الأخيرة بقى وما أدراك ما الجولة الأخيرة. طبعا كده بالنسبة لزامبيا ورواندا فهم فقدوا الأمل نهائيا في أي فرصة من بدري وانحصرت المنافسة بين مصر والجزائر. نيجي بقى لموقعة 14 نوفمبر 2009، واحدة من أهم مباريات منتخب مصر في تاريخ التصفيات، سواء لموقف المنافسة في المجموعة أو لكمية المتابعين من كل أطياف الشعب المصري اللي كانت بتترقب نتيجة المباراة دي. تعال الأول أقول لك موقف المجموعة بالتفصيل. الجزائر أول ب 13 نقطة وله فارق أهداف +5، مصر تاني 10 نقط وله فارق أهداف +3. نظام التصفيات وقتها كان بيقول إن في حالة التساوي في النقط هنلجأ لفرق الأهداف، وده معناه إن مصر محتاجة تفوز 3-0 عشان تصعد مباشرة وتوصل لفارق 6 أهداف، أو تفوز بنتيجة 2-0 وتتساوي مع الجزائر ووقتها نلعب مباراة فاصلة. بالنسبة لحالة الشعب المصري يوم المباراة كانت حالة فريدة من نوعها. كل الناس معلقة أعلام مصر في البلكونات، كل العربيات في الشوارع ماشية رافعة العلم، الناس في المناطق الشعبية كانوا بيحطوا التلفزيونات في الشارع وبيتفرجوا مع بعض، وده طبعا غير شاشات العرض اللي كانت في كل الأندية والساحات الشعبية. مصر يوم 14 نوفمبر 2009 كانت بتعيش يوم مش عادي، يوم للتاريخ. قبل المباراة حصلت مشكلة واتهم منتخب الجزائر بعض المشجعين المصريين بتكسير الأتوبيس وإصابة عدد من لاعبي المنتخب الجزائري. الاتهام ده رفضه تماما الشعب المصري، وكان شايف ان منتخب الجزائر بيدعي الكلام ده كنوع من الضغط على الاتحاد الافريقي وعلى الراي العام ومحاوله الظهور في صوره الضحيه. وبغض النظر الكلام ده حصل ولا ما حصلش، ولو انه يعني كل المؤشرات بتقول انه حصل فعلا، الا ان بعد ما الحكم صفر صفاره البدايه كل ده اترمى ورا ظهر الجمهور وبدا يركز ويترقب هنعمل ايه في المباراه. وزي المتوقع بالظبط بدا منتخب مصر المباراه بهجوم شرس على مرمى المنتخب الجزائري، ونجح من اول تهديد له في الدقيقه الثانيه انه يحرز الهدف الاول عن طريق عمرو زكي من كوره اتردت وراحت وجت وخلعت قلوبنا لحد ما دخلت جوه الشبكه. حلو جدا، بدايه زي الفل. كمل ضغط بقى وهنقدر ان شاء الله نجيب الثاني والثالث ونصعد ونخلص القصه دي. وفعلا
كمل منتخب مصر الهجوم بشراسة على المنتخب الجزائري اللي حاول بقدر الإمكان يتماسك بعد الهدف المبكر اللي دخل مرماه. منتخب مصر أضاع كم كبير جدا من الفرص في الشوط الأول، إلا أن منتخب الجزائر قدر برضه يشكل بعض الخطورة من الكرات الثابتة على مرمى الحضري المتألق دائما وأبدا. انتهى الشوط الأول بالتقدم 1-0. تمام، نستريح بقى ونبدأ الشوط الثاني. احنا محتاجين الجول عشان نبقى متعادلين ونروح مباراة فاصلة، أو جولين ونصعد مباشرة ونستريح بقى. واصل منتخب مصر في الشوط الثاني الهجوم الكاسح على مرمى منتخب الجزائر اللي كان بيشكل خطورة برضه عن طريق الهجمات المرتدة، إلا أن كلمة السر كانت عصام الحضري اللي في وقت الهجوم الشرس من كل لاعبي منتخب مصر كان واقف ورا زي الأسد وقدر يحمي عرينه طول المباراة. بدأ الوقت يمر والأعصاب تتوتر، الخوف ملأ قلوب الناس والقلق ملأ عيونهم. إيه، مش هنصعد ولا إيه؟ مش عارفين نجيب جول كمان حتى؟ انتهى الوقت الأصلي للمباراة 1-0. رفع الحكم الرابع الراية وأعلن عن 6 دقايق وقت بدل ضايع. كمل منتخب مصر الضغط الشرس على مرمى الجزائر إلى أن جاءت الدقيقة ال5 من الوقت بدل الضايع. دقيقة هزت مصر حرفيا كأنه زلزال. فرحة الجمهور المصري بهدف عماد متعب اللي أحرزه قبل نهاية المباراة بثواني معدودة ما كانتش تتوصف. انفجار من الفرحة هز كل شوارع وميادين مصر. مصر فرحت يوم 14/11/2009. كل فئات الشعب المصري خرجت الشوارع تحتفل وكأننا خلاص اتأهلنا، رغم ان مكسب 2-0 ده يودينا مباراة فاصلة، مش هيودينا كاس العالم يعني. بس الناس ما قدرتش تمسك نفسها من الفرحة، وكان في ثقة كبيرة جدا في المنتخب انه لو لعب الجزائر تاني هيكسب تاني وهنصعد لكاس العالم اللي غايب عننا من سنة 90. قبل نهاية المباراة بثانية واحدة في فرصة هدف ضاعت من محمد بركات ما كانتش تضيع، وكانت زمانها ريحتنا وصعدنا مباشرة. بس مش مشكلة، الناس ما زعلتش قوي وقالت ان احنا كده كده اصلا هنكسب تاني، ولو لعبنا مليون مرة هنكسب برضو عادي. الاتحاد الافريقي كان اختار ام درمان في السودان كأرض محايدة يتلعب عليها مباراة مصر والجزائر الفاصلة يوم 18 نوفمبر، يعني بعد 3 ايام بس من مباراة القاهرة. موقعة ام درمان، وما ادراك ما موقعة ام درمان بقى. حالة الاحتقان الشديدة وقتها اللي كانت بين الشعب المصري والشعب الجزائري اللي كان سبب رئيسي فيها الإعلام من الناحيتين أثرت بشكل مباشر على اللعيبة في أرض الملعب وعلى حجم متابعة المباراة سواء داخليا أو خارجيا. بدأت المباراة وسط شدة أعصاب بره وجوه الملعب انعكست على أداء اللاعبين داخل الملعب. منتخب مصر بدأ يشكل خطورة عن طريق عمرو زكي وعماد متعب ومن وراهم أبو تريكة، بس ده قبله خطورة شديدة من المنتخب الجزائري عن طريق كريم زياني وغزال ومراد مغني. وفي الدقيقة 39 قدر زياني يلعب كرة طولية بالمقاس يستلمها عنتر يحيى ويطلق صاروخ من زاوية صعبة جدا ما يقدرش عصام الحضري يتعامل معاها عشان تعلن عن الهدف الأول لمنتخب الجزائر. صدمة كبيرة جدا على الجمهور المصري، حلم التأهل بيضيع. الجيل ده لازم يتأهل يا جماعة، ده جيل مش هيتعوض، ولو ما صعدناش التصفيات دي بالجيل ده هنصعد امتى؟ انتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0، ودخلنا الشوط الثاني بهجوم كاسح وشرس على مرمى المنتخب الجزائري، وضيعنا فرص كتيرة جدا ومهمة زي فرصة عماد متعب وفرصة هاني سعيد. لكن تألق دفاع منتخب الجزائر واستبسال الحارس شوشي قدروا يحافظوا على النتيجة عشان تنتهي المباراة بنتيجة 1-0 وتعلن عن أكبر صدمة كروية للمنتخب المصري في التاريخ. مفيش مرة كنا بالقرب ده من المونديال. في المجمل تقدر تقول إن منتخب مصر أدى تصفيات كبيرة جدا وعمل أداء رائع، لكن للأسف ما قدرش يتأهل ولا يكلل مجهوده. ده طبعا مع الاعتراف بأحقية وجدارة منتخب الجزائر في الصعود، لأنهم فعلا يستاهلوا يصعدوا زي منتخب مصر بالظبط، مكان هو كمان يستحق الصعود. تصفيات كبيرة قوي من منتخبين كبار في أفريقيا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل الجرس. شكرا واشوفكم على خير.